كتاب حلو. مشارق انوار اليقين اللي هو في يدي الان اللي انا بعرضه، اللي بيقول لك ان علي رضي الله عنه اخذ العهد على الارواح في الازل ونادى لنا ونحن في صلب ادم قال الست بربكم فقلنا قلنا نعم. هل في حد من علماء الشيعة جاب القرآن وعرض مثل هذا التراث على القرآن وما وافق القرآن جعله في كتاب لوحده وما خالف القرآن؟ لا. حتى كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني هو ما في أحد من علماء الشيعة عرضوا على القرآن الكريم. والخلق بعد مشيئة الأئمة، هم اللي خلقوا الخلق، وكل هذا الخلق بمشيئة الأئمة وبيد الأئمة. أعوذ بالله من هذا. الله خالق كل شيء يا أستاذ أحمد. هطلع لك نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في معتقدك، هطلع لك ان الحيوانات بتعلم اكثر من الامام علي، والحيوان كان بيقول له الفرس اوعى يا علي هيحصل كده وكده، ومليء بالضلالات والشركيات والغلو. انا مو يا الله يا احمد، جاي على اهم ركن من اركان الاسلام ومش عارف تجيب نص من القران على اهم ركن من اركان الدين، وبتقول لي على ما احاول اطلعه لك قاعد اطلع. انا ما قلت لك قاعد اهرب. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه. حياك الله، تفضل. معاك احمد من الكويت. حياك الله اخي احمد، تفضل. بس عندي استفسار، هل ان اناقشك بالسؤال ولا اقدر اطرح موضوع ثاني؟ انت سني ام شيعي؟ لا انا شيعي. تفضل. حياك الله يا استاذ احمد، تفضل. انا بس على ان هل الشيعة يعبدون الله؟ انت الاول يا احمد. نعم الاول يا استاذ احمد، انت داخل للبث امتى يا اخ احمد؟ انا داخل البث والله من قبل تقريبا ربع ساعه، من لما كان اول مكالمه ابو يحيى المهتدي علي ابو يحيى. انت ممكن يا اخ احمد انا اسمع مكالمتك كلها، وانا اتشرف ان انت تتصل عليا في البث. يا حبيبي انت. الله يسعدك. بص اخي احمد، انا اتيت الاول من التراث الذي امامي من كتب الاماميه. والله يا اخي احمد يشهد الله ان كتاب مشارق انوار اليقين اللي في يدي اللي انا بقرا منه الان شاريه من عندكم من بنيد الجار. يعني انا بنفسي كنت هناك وشاري هذا الكتاب، كتاب مشارق انوار اليقين اللي هو في يدي الان اللي انا بعرضه، اللي بيقول لك ان علي رضي الله عنه اخذ العهد على الارواح في الازل ونادى لنا ونحن في صلب ادم قال الست بربكم فقلنا قلنا نعم، وعلي هو الذي خلق الجبال والانهار والاشجار، وعلي هو ربنا عياذا بالله، وعلي هو اسم الله الاعظم. كل هذا اللي انت بتسمعه من الغلو والله يعني موجود، يعني انا شاري من عندكم، ليس لم اتي بشيء من عندي، وكما قلت لك اتيت به من الكويت. فانا كنت بتحدى علماء الشيعة ان ياتون بصفه لله لا يملكها علي بن ابي طالب. فبس انا حبيت اوضح لك الموضوع كله، تفضل استمع اليك. حلو. اول شيء لازم نفرق بشغله، هل الاستدلال بكلام العلماء عند الشيعة نفس الطريقة عند السنة أم لا؟ حلو. احنا عندنا كقاعدة عن الإمام يقول خذوا، يعني مو حافظ النص، يعني ما علي أنا شوي بالذاكرة ولكن أعرف المعنى. هل عندك مشكلة بهالشيء؟ خذوا إيش؟ ممكن أطرح الفكرة. خذ راحتك خالص يا حبيبي، المكالمة لك، تكلم فيما تريد. النص أو بما معناه الرواية أن أخذوا أي شيء عنه أهل البيت وعرضوه على القرآن، فإذا طابقه ناخذ فيه، وإذا ما طابقه ما ناخذ فيه. حلو. هذه القاعدة اللي عندنا. كون أن أنت تقول علي خلق وعلي خلق، هل أنت عندك مشكلة أن الله يعطي صفة من صفاته حق أحد من عباده؟ لا ليس. مثال إحياء الموتى أعطاها حق نبي الله عيسى بأمر من الله، صحيح؟ نعم. حلو. إذا أنت بتناقشني حاليا فقط بكتب الشيعة حاب هالشيء؟ نعم. حلو. إحنا عندنا عن أهل البيت نحن مشيئة الله. حلو. والخلق بعد مشيئته. بس إذا ممكن أطلع النص. أنا عارفه، نحن مشيئة الله والخلق بعد مشيئتنا، أعرف النص. حلو حلو. فهل نقدر نقول أن أهل البيت أقروا بهالشيء؟ نعم. ولكن هل نحن نعبد أهل البيت؟ لا. أهل البيت، أهل بيت الرسول هم عباد مكرمون، عبادتنا لله وحده، لا نعبد أهل البيت، ولكن نقول الله خلق هالكون كله في محبة محمد وآل محمد، وهذا اللي نذكر بكتبنا إذا أنت بتاخذها كحجة علينا. ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا أرض مدحية ولا فلكا يدور ولا بحرا إلا من أجل هؤلاء الخمس. إيه نعم. خلصت؟ لو عندك حاجة تانية تحب تطرحها؟ لا أنا والله يعني حاب إذا ما عندك مشكلة أن الحوار يصير متبادل. حلو.
بطريقه حلوه، انا ما عندي مشكله اذا ما عندك مشكله بالموضوع. طيب انا لان انا في البث منذ فتره والله الاتصالات كثيره يا اخ احمد، لكن يا استاذ احمد لكن هرد عليك ان شاء الله، هرد على ما قلت لك. ماشي. اول حاجه الاستاذ احمد قال لنا اتمنى تسمعني زي ما انا سمعتك استاذ احمد دون مقاطعه، ممكن؟ ايه تفضل. طيب. اول حاجه استاذ احمد قال ان آل البيت قالوا اعرضوا رواياتنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله خذوا به وما خالف كتاب الله فلا تأخذوا به. هل أحد من علماء الإمامية أيها المشاهد الكريم فعل ذلك؟ لا ورب الكعبة. عندنا كتاب الأنوار النعمانية رئيس علماء الشيعة أقر إن الإمام يخلق والكتاب اللي أنا قلت لنا جايبه من عندكم من الكويت إن علي هو صاحب الأزلية الأولية، نعم علي صاحب الأزلية عياذا بالله، وأن علي ربنا يوم القيامة وشابه ذلك. هل في حد من علماء الشيعة جاب القرآن وعرض مثل هذا التراث على القرآن وما وافق القرآن جعله في كتاب لوحده وما خالف القرآن؟ لا. حتى كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني هو ما في أحد من علماء الشيعة عرضوا على القرآن الكريم. فدي أكبر أكذوبة بتقال في معتقد الإمامية الاثنى عشرية هداهم الله. احنا دي طريقة الهروب، ولا أقصدك أنت يا أستاذ أحمد، دي طريقة هروب المعممين، إن يقول لك إيه اعرض الرواية على القرآن، لو وفقت الرواية القرآن خذ بها. طب أنا وأنت عوام، أنا وأنت من عوام الناس، كيف نعرض الرواية على القرآن؟ ما هو كل العقائد اللي الشيعة بيعتقدوا بها خالفوا فيها المسلمين مخالفة للقرآن. عقيدة العصمة مخالفة للقرآن وطعن في النبي، عقيدة الإمامة مخالفة للقرآن لأن الدين كمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الرجعة مخالفة للقرآن، عقيدة التقية مع المسلمين مخالفة للقرآن، عقيدة خمس المكاسب اللي بيؤخذ منكم مخالف للقرآن، عقيدة المتعة بالبكر بغير إذن ولية أو تعاقب أكثر من رجل على المرأة مخالف للقرآن، وكل منا يغض من أبصارهم. فأكبر أكذوبة هي اعرض كلامنا على القرآن. ثم أستاذ أحمد رجع في الآخر وأقر الكلام اللي هو كان بيحاول ينكره، وقال لك نعم ما الله أعطى صفة من صفاته لأحد من خلقه. هل أنت بس أستاذ رامي ما راح أقاطعك، بس إذا ممكن أنا للحين أقول لك كل شيء بأمر الله، ولكن الله عطى صفة إن أنا أجيبك على ذلك، أنا سمعتها وأجيبك على ذلك أستاذ أحمد، أنا سمعت ذلك وأنا أجيبك عليه. أتمنى تسمعني، أنا رديت بس على نقطة واحدة، أنا كتبت الأربع نقاط وهرد عليهم. النقطة الثانية أستاذ أحمد قال لك إيه يعني الله أعطى صفة من صفاته لأحد من خلقه، فأنت إيه المانع عندك؟ أول حاجة الذي يخلق من العدم هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد يعطيه شيء، قد يعني شيء. وبعدين استدللت بعيسى عليه السلام. لماذا يا أستاذ أحمد كل الشيعة ما يجي نطلب منهم دليل يجيبوا لك يقيسوا على أمر آخر؟ دليل إن علي بيخلق ويحيي، يجيب لك دليل إن عيسى أحيا الموتى بإذن الله، دليل إن الإمام يبقى إمام وهو صغير ويحيى وأتيناه الحكم صبي، دليل إمامة علي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنا نفسي مرة واحدة شيعي يجيب لي دليل واضح محكم من 6236 آية. عيسى رفع، وقبل ما يرفع بلغ ان سياتي من بعد رسول اسمه احمد فعليهم ان يتبعوا هذا الرسول. فعيسى خلاص رفع وانتهت رساله عيسى عليه السلام، هينزل بشريعه محمد فيما بعد. لكن اللي انا بتكلم فيه الان ما فيش بقى القران ده ما نزلش على عيسى، نزل على محمد، ماشي؟ فالمفروض يكون في الاصول اللي انت بتعتقد بيها، فما تقيسليش على عيسى. تاني حاجه فين الدليل ان علي خلق الكون او علي بيده الكون او الامام يتحكم في الكون؟ لن تستطع. بتقول لي روايات عندنا، ما هي الروايات دي مخالفه للقران بقى، المفروض تضرب بيها عرض الحائط، لانك لن تجد ايه في القران بتقول ان علي خلق او احيا او ما شابه ذلك. وبعدين قمت جايب روايه نحن مشيئه الله والخلق بعد مشيئتنا، نحن من وفي مقولة على ما أظن رضوان درويش قال في الآخر نحن من خلقنا الخلق. نعم يقول نحن مشيئة الله والخلق بعد مشيئتنا. معنى الرواية للأستاذ أحمد رواية شركية، أنا آسف أستاذ أحمد، مليئة بالشرك والضلال. نحن مشيئة الله والخلق بعد مشيئتنا، يعني نحن خلقنا الله مشيئة الله، والخلق بعد مشيئة الأئمة، هم اللي خلقوا الخلق، وكل هذا الخلق بمشيئة الأئمة وبيد الأئمة. أعوذ بالله من هذا. الله خالق كل شيء يا أستاذ أحمد، الله هو الذي خلق كل شيء، وكل شيء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى بأمر الله تبارك وتعالى، وليس بأمر أحد من البشر. ولو قلت لك هذا مخالف للقرآن بدليل الله خالق كل شيء وهو آيات كثيرة، المفروض تضرب بكل هذا عرض الحائط. وفي الآخر قلت الله خلق الكون في محبة محمد وآل محمد، وهذا أيضا مخالف للقرآن. ما أنا قلت لك أكبر أكذوبة إن نعرض الروايات على القرآن، ما خلف الروايات نأخذ بها عرض الحائط، نضرب بها عرض الحائط، ما خلف القرآن نضرب بها عرض الحائط. طب ما دي مخالفة للقرآن. الله خلق الكون في محبة محمد وآل محمد، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. هو ربنا خلقنا عشان نحب محمد وقال وخلقت كل هؤلاء من اجلك يا محمد؟ لا، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تاني حاجه في مصيبه طامه وهختم لك بيها يا استاذ احمد، مصيبة طامة ان امامك موجود بقاله 1200 سنة ومش عايز يطلع لكم السنة الصحيحة يا راجل، مش عايز يطلع لكم القرآن الصحيح. هتقول لي ما هو ده القرآن الصحيح. لا، حتى لو انت لا تعتقد بتحريف القرآن فالتفسير الصحيح للقرآن والترتيب الصحيح للقرآن مع امامك الحجة. فليه مش عايز يطلع لكم القرآن الصحيح؟ ليه سايبكم تتلاعبون؟ الاخبارية يقول لك لا ناخذ بكل هذا التراث، الاصولية يقول لك لا ناخذ بعلم الاحاديث، وانت جايب الطريقة الثالثة تقول لا نشوف الرواية تخالف القرآن ولا توافق القرآن وناخذ بها. طب ليه الامام ما يصلح لكمش ده، يطلع لكم كتاب من 20 صفحة كده في روايات صحيحة تتعبدون بها؟ أستاذ أحمد أنا أرى عندك غلو شديد في آل البيت وأريدك أن تعيد التفكير مرة أخرى. حلو، ممكن تسمعني؟ هسمعك دقيقة واحدة وهرد عليك تاني لأن الوقت الحلقة انتهى. أنت طرحت أستاذ رامي، أنت طرحت يعني إشكالات. ما أنا طرحت إشكالات على ما أنت قلته ولم أطرح إشكالات من عندي. هسمعك دقيقتين وبعدين أرد عليك، لأن والله أنا بقلب فوق الساعتين. الساعة الآن يا أستاذ أحمد الآن الساعة 2:10 بتوقيت الكويت، يعني وقت متأخر 2:10 صباحا، فأسمع منك دقيقتين وإن شاء الله أبدأ. يا ابن الحلال دقيقة بس. تفضل. أنت إذا تؤمن عند السنة وعند الشيعة النبي قال إني تارك بكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم به، أنت قلت به أهو، يبقى به مش به ما، به يبقى يرجع الكتاب. تفضل أكتب. يا ابن الحلال اسمعني كلامك. حلو، هذا مقر فيه عند السنة وعند الشيعة. حلو. فلما أنا أقول لك إن مشيئة الله في أهل البيت لأن الله ترك القرآن وأهل البيت، إذا تمسكت فيهم لن تضل بالإسلام. هل أنت تاخذ بتفسير أحد من أهل البيت في القرآن؟ أرد عليك على هالنقطة بس، ممكن طيب. ما تطرح إشكالات ثانية على هالنقطة. طيب أرد على هذه النقطة. أنا ما عنديش يا أستاذ أحمد تفسير لآل البيت موجود الآن إلا التفسير الذي في يدي الآن، وهتلاقيه موجود عندك في بنيد الجار برضه، تفسير الإمام العسكري. وهذا التفسير اللي هو في يدي الآن كمان مش كامل. أنا أرد عليك بس يا أستاذ أحمد في النقطة ديت وبعدين أسمعك إن شاء الله. أول حاجة تفسير الإمام العسكري اللي موجود معايا مليء بالطوام، يعني مثلا لو فتحت لك صفحة من الصفحات هطلع لك نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في معتقدك، هطلع لك ان الحيوانات بتعلم اكثر من الامام علي، والحيوان كان بيقول له الفرس اوعى يا علي هيحصل كده وكده، ومليء بالضلالات والشركيات والغلو. وبعض علماء الاماميه اسمعني انا هرد عليك بس اذا ممكن. طب لا هرد عليك في ديت وبعدين تسمعني. حتى ان كمال حيدري انكر هذا التفسير او قال بان هذا لا ينسب الى الامام العسكري. اما التفاسير الثانيه كلها ما فيش تفسير للامام، ما فيش امام. حتى انتم اسمكم الجعفريه وما عندكمش فقه جعفر الصادق، فده التفسير الاولاني، ما عندكمش تفاسير حتى مليء بالضلال. فامامك كان ساب لكم التفسير ولا حاجه؟ تفسيرات برج البحرين يلتقيان فاطمه وعلي، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، والتين والزيتون الحسن والحسين، الكوثر فاطمه. فده التفسير البديل الذي لا نقبله. قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا القرآن والعترة، الثقلين القرآن والعترة، ولو احنا مسكنا بهم فمشيئة العترة مشيئة الله تبارك وتعالى. فين القرآن؟ ده علماء قال اتفقت الإمامية في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول قال بتواتر القول بتحريف القرآن. فالقرآن محرف، ومحمد بكر المجلسي يقول لك بوجود أكثر من 2000 رواية تقول بتحريف القرآن، ومحمد بن يعقوب الكليني يقول لك في أصول الكافي، والله دوت برضو الأصول الكافي، والله الكافي دوت جايبه من الكويت، سبحان الله يعني أهل الكويت ربنا يبارك لهم ويهدي الشيعة فيهم. في كتاب الكافي ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي بن أبي طالب وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزل. فأول حاجة الثقل الأول محرف باتفاق جل علماء الإخبارية وبعض علماء الأصولية الموجودين الآن منكم. رقم 2 العترة، النبي أمرنا بالتمسك بالعترة. هم فين العترة؟ ما هو العترة مش موجودة، والأحاديث ضحيحة وضعيفة، والعملية مش ما فيش إمام صحح لنا أي حديث، فالعترة مش موجودة، والقرآن محرف، والإمام خد معاه. وأنت إن كنت لا تعتقد بتحريف القرآن فين العترة؟ ما هو الإمام غائب بقاله 1200 سنة، أتمسك بيه إزاي؟ ابن عباس من العترة وطعن فيه الكشي في كتاب رجال كشي هو والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. عقيل بن أبي طالب من العترة وتطعنون فيه اللي هو أخو علي رضي الله عنه. محمد بن الحنفية بن العترة بن الإمام وتطعنون في أبناء الحسن. السلقلقية ياسر حبيبي يقول إن هم كانوا يحسدون أبناء الأئمة الحسين. فين العترة؟ فين في الحديث ده النبي قال العترة علي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري؟
هل تسمعني الحين ولا ما تسمعني؟ انت لا تقصر علي الصوت. اسمعك الان بس بالله عليك يعني حاول تنجز في الكلام يا استاذ. برد عليك كلهم وبتعطيني دقيقتين. لا تقصر علي الصوت، خلني اناقشك. انا اسمعك، اتفضل. لا انت كنت مقصر علي الصوت علشان تسمعني زي ما انا بسمعك، بس بالله عليك اختم يا احمد، اختم عشان الوقت. انا اقدر اسمعك، ولكن لما تطرح مليون اشكال شلون برد عليك كلهم بدقيقتين؟ كل الاشكالات اللي انا طرحتها كانت بما انت طرحت وتعطيني خطبه، مو قاعد تسمع الكلام اللي انا قاعد اقوله. تفضل يا احمد. لما انت الحين قلت لي عن اهل البيت ومشيئتهم، نعم، والكتاب اللي انت ذكرته عن الامام الحسن العسكري، اقرا اسمه عدل، اسمه التفسير المنسوب للامام الحسن العسكري، هذا رقم 1. لا انت شنو قلت تفسير الامام الحسن العسكري هو مكتوب عليه تفسير الامام العسكري بالخط الاول المنسوب اليه. نعم. صحيح ام لا؟ نعم. حلو، انت ما ذكرت هالشغله. معلش الكاميرات بس فصلت، فانت وانت معايا كده شغل تفسير اهل البيت. انت اللي يسمعك راح يقول تفسير اهل البيت انه ما يعرفون، بس الكتاب اللي بيدك المنسوب اليه. حلو. اثنين، انت تكلمت كمال الحيدري. كمال الحيدري انا احمد اشوفه انسان ضال علشان كشف معتقدك يا احمد. لو سمحت اسمعني. عشان كشف معتقدك، ما احنا موضوعنا مش في كمال الحيدري يا احمد. بس بالله يا احمد الكاميرات فصلت والله، وقمت غيرت كاميرا. انا في البث بقالي فتره طويله يا احمد، حتى الكاميرات فصلت وقمت الحمد لله ان الصوت ما كانش فصل. الكاميرات فصلت وانا قمت غيرت الكاميرات. فخليك بس معايا بالله عليك يا احمد علشان الوقت معايا. انا ماليش دعوه بكمال العسكري بكمال الحيدري. انا رديت عليك. عندك سؤال ليا في الاخير ارد عليه؟ اسالني سؤالين ارد عليه. عقيده الشيعه الحقيقيه. نعم. الحقيقيه. حلو. وانا اقولها، وانا يعني فاهم شنو قاعد اقول لك. اللي يقول لك ان في خلفاء غير علي، هذا انا كاحمد اطقه بعرض الحائط لانه قاعد يكذب. هذه مو عقيده الشيعه. حلو. دايركت تعطيك اياها. ايه هي عقيده الشيعه؟ تفضل. عقيده الشيعه ان الخليفه الاول علي بنص من الرسول ومن القران. هات. شنو تبي؟ هات نص. اناقشك بالكتب الشيعيه ايش؟ ولا تبي اجيب لك من البخاري ومسلم؟ من البخاري ومسلم انا طبعا هات من البخاري ومسلم. ما اقدر اجيب لك منهم. هات من البخاري ومسلم. لكن الاستدلال بكتبي. هل ترضى بهالشيء؟ هات من البخاري ومسلم. انا قلت لك انا اذا بقر فيها انت تقول لي انت قلت بدليل قول النبي والقران. اعطيني النص اللي موجود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان علي رضي الله عنه امام منصب، او من القران. تفضل. حلو. اول شيء بجيب لك، اول شيء راح اجيب لك من روايات اهل البيت عندنا. تفضل. حلو. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر معه الحق حيثما دار. تقر بهالشيء؟ اجيبك عليه. وهات النص من القران. تفضل. اول شيء اجيبني على هذه على ما اطلع. لا ابتدي النص من القران عشان ارد على الاثنين مع بعض. تفضل. جاوبني على بس ما اطلع لك النص، لان انا مو يا الله يا احمد، جاي على اهم ركن من اركان الاسلام ومش عارف تجيب نص من القران على اهم ركن من اركان الدين، وبتقول لي على ما احاول اطلعه لك. قاعد اطلع. انا ما قلت لك قاعد اهرب، انا قاعد اقول لك قاعد اطلع لك النص. لا انا ما بقولش انك بتهرب يا احمد، انا ما بقولش انك بتهرب. حاول تطلع لي انا بس ما قاعد اهرب، ما قاعد اهرب. انا قاعد اقول لك جاوبني على ما اطلع. طيب اول حاجه احمد استدل بحديث الغدير، واستدل بمقوله ضعيفه وليست في البخاري ومسلم كما زعم او ما شابه ذلك، وانا سارد عليها وسابين. انت معلي الصوت ولا لا؟ ما انا مش انا المفروض انا ارد عليك يا احمد؟ مش قلت لي رد يا احمد؟ دقيقه، لا لحظه بس دقيقه لو سمحت للتوضيح. انا ما قلت لك بالبخاري ومسلم، انا قلت لك في كتبي. انت قاعد تناقشني كشيعي، تناقشني بكتب الشيعه. طب هات لي من كتبك. تفضل هات من كتبك ان النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصر واخذل من خذل. موجود عندي انا قلت لك ناقشني كشيعي. هاتها من كتبك. هاتها من كتبك. حديث الغدير؟ بنفس النص، اللهم ولي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصر واخذل من خذل. ممكن دقيقه بس على ما تجيبها بقى، على ما تطلعها ارد عليه. اي بس على القران. بس دقيقه كاهي، يعني ابسط ايه ممكن اطلع لك اياها. انما وليكم الله ورسوله. الله ورسوله. شفت؟ خلاص هرد عليك يا احمد، هرد عليك يا احمد. الذين يقيمون يا استاذ رامي انت قاعد تقاطعني بكل شيء يا عم احمد. ما انا عارف ايه الولايه علشان الوقت، بس ما انت جبت ايه الولايه وحديث الغدير هرد عليه. اتفضل.
طيب انا عارف حضرتك، بس بالله ما تعصب عليا يا استاذ احمد. لا مو معصب، تفضل. حياك، انا محترمك وسعيد انك بتتواصل معايا. والله حتى انا محترمك، بالعكس انا حاب النقاش، بس مو حاب تقصر علي الصوت وتطرح مليون اشكال. معلش مش هطرح مليون اشكال، مش هطرح مليون اشكال. انت طرحت عن طرحت استاذ، طرحت لا انا المفروض ارد بقى على حديث الغدير وايه الولايه، وطرحت عن الامام المهدي كله، وانا كنت قاعد اكلمك عن نعبد الله ام لا. طيب خلاص، ما طب ايه اللي خلاك تروح لحديث الغدير وايه الولايه؟ عموما ارد على استاذ احمد. قال لي في المره الاولانيه، قال لي يا رامي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا عليه مولاه الله، مولي من ولاه، وعادي من عداه، وانصر من نصر، واخذل من خذله. طبعا استاذ احمد الساعه دلوقتي اقتربت من 2:30 صباحا بتوقيت الكويت. وانا عايز اقفل بس برضو سايبك معايا. اول حاجه الحديث قلت لك هاته من كتبك، ما عرفتش تجيبه لي بنفس النص من كتبك. تاني نقطه يا استاذ احمد، اما انت قلت لي اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصر، هذا يبين ان الموالاه من المحبه والنصره وليس من الامامه. ولم يفهم احد من الوقوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد امامه علي رضي الله عنه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا لانه اذا عرف السبب بطل العجب. فنحن لو نظرنا في كتاب بحر الانوار هيبين لك ان كان في مشكله بين بريده وبين علي رضي الله عنه، واتى بريده يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كثر الكلام من اهل المدينه ممن رجعوا مع علي من جيش اللي كان في اليمن وخالد بن الوليد وما شابه ذلك، كثرت الشكوى من علي رضي الله عنه لدخوله بجارية وما شابه ذلك، الكلام معروف، القصة معروفة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، فلم يقل هذا الكلام في حجة الوداع. فلو قصد صلى الله عليه وسلم أن يبين إمامة علي رضي الله عنه لقالها للجميع اللي كانوا موجودين في حجة الوداع. لكن غدير خم يبعد عن مكة، الجحفة يبعد عن مكة 200 كيلو، يعني اللي جاي لو كان في أحد في الكويت مش هيبقى موجود، اللي جاي من اليمن مش موجودين، اللي جايين من اللي في أهل مكة مش هيسمعوا، أهل الطيف خلاص راحوا. فده بعد مكة يبعد عن مكة 200 كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة فخصص أهل المدينة فقط. فازاي ودول مرتدين منافقون عندكم يا أحمد، كما قال محمد بن يعقوب الكليني في الكتاب الكافي إن دول كلهم ارتدوا إلا 3. فلو واحد دلوقتي عايز يشيل رجل مسافر وعنده هدية، أنا آسف حتى التربة دي والله جاية لي من الكويت يا أحمد، شفت؟ فلو واحد عنده مثلا كنز ينده للصوص ويقول لهم أنا مسافر وهشيل الكنز هذا في هذا الرف الذي خلفي فإياكم أن تحذروا، الناس تكون مجنون. عياذا بالله أنتم تصفون النبي بذلك. النبي أراد أن يبين أهم ركن من أركان الأمة، من أركان الدين للأمة، يخفي عن الأمة في حجة الوداع، ويروح يا أحمد يخبر به المنافقون والمرتدون فقط. كان قال هذا في حجة الوداع حتى إذا غدر أهل المدينة كما أنتم تقولون، يبقى الكل سمع وأقام الحجة. ده رقم 2. رقم 3، إن ما فيش حد من اللي كانوا موجودين فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك إمامة علي رضي الله عنه. ما فيش حد فهم، حتى علي رضي الله عنه، وهو نهج البلاغة عندك اهوت. اذكر لي واتحدى علماء الشيعة ان ياتون من نهج البلاغة ان علي ذكر حديث الغدير او استدل بحديث الغدير على امامته، لم يستدل به علي رضي الله عنه. ده رقم 3. رقم 4، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه من المحبة والنصرة. بص، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره. فالموالاه عكسها المعاداه، والنصره من المحبه. فده يبين ان والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذل. فبين ان الموالاه من المحبه والنصره. فلم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه انه يقصد الامام، ولم يفهم علي من كلام النبي انه يقصد الامامه. ولم ياتي اي فوج من الافواج اللي كانت تبايع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقالت لا علي هو الاحق بالامامه. تتذكر حديث الغدير، تتذكر انتم بتقولوا 120,000 كانوا موجودين وهذه من الأكاذيب. لو تنزلنا معكم ما فيش أي وفد من الوفود كي وقال لا 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 في حديث الغدير، ولم يستدل علي ولا الوفود ولا أي حد إلا الأستاذ أحمد وشوية الشيعة الموجودين في الكويت وشوية الشيعة الموجودين الآن في العالم وبيستدلوا بحديث الغدير. فهل أنتم أعلم من علي رضي الله عنه؟ تاني حاجة استدللت بآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا. الآية دي رقم 54 يا أحمد من سورة المائدة. افتح الآية يا أحمد صفحة من سورة المائدة، الآية رقم 54 من سورة المائدة. افتح الآية رقم 51 في نفس الصفحة يا أحمد، أهي في نفس الصفحة صفحة 117. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إما نتولى من يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وصفتهم اللي بيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون خاضعون لله تبارك وتعالى. فالله ينهانا عن مولاة اليهود والنصارى ويأمرنا بمولاة الله ورسوله والذين امنوا. فقلنا لو قلنا ان الله يامرنا بمولاة الله ورسوله وعلي، اذا بقيه المؤمنين كلهم كفار. يبقى الله ينهانا عن مولاة اليهود والنصارى والمؤمنين ويامرنا بمولاة الله ورسوله وعلي بن ابي طالب. هل يفهم ذلك؟ شفت سياق الايات؟ لانكم اجتزأتم جزء
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء فلا تاخذون من سياق الايات. وهل استدل علي رضي الله عنه بهذه الايه على امامته؟ سؤالي لك يا استاذ احمد، سيبك من اللي انا قلته كله، واخر سؤال ليك علشان لابد ان اختم الحلقه، فاضل ساعه وشويه على الفجر. سؤالي لك يا استاذ احمد، هل استدل علي رضي الله عنه بايه الولايه او بحديث الغدير على امامته؟ تفضل. اول شيء ما كان من الصح انك تقصر علي الصوت. انا اسف ومش هعمل كده حلو، تاني. هذا رقم انا واحد. اسف يا استاذ احمد، هل استدل علي رضي الله عنه بايه الولايه او حديث الغدير على امامته؟ بلا تجيبني، بقول لك فاضل ساعه على الفجر، فبالله استرأف بحالي، بقالي كام ساعه في البث، بص عيني عملت ازاي. هل علي رضي الله عنه استدل بايه الولايه او حديث الغدير على امامته؟ اوكي حلو، انت ما تبي تسمع. اتفضل. الحديث مال حادثه الغدير موجود عندي بكتبي. طيب شكرا يا استاذ احمد. هل استدل علي رضي الله عنه بايه الولايه او حديث الغدير على امامته؟ كل شيء، واستدل بكلام الرسول. حلو، استدل بكلام الرسول. فين؟ واشهد، لذلك مو كل اصحاب النبي بايعوا. طيب هل استدل علي رضي الله عنه بايه الولايه او حديث الغدير على امامته يا استاذ احمد؟ حاليا ما اقدر اطلع لك اياه بنص. شكرا لك يا استاذ احمد، وانا تشرفت بمداخلتك، واسال ان يهديك. وشكرا لك يا استاذ احمد. كنت بتروح يمين شمال، مش هقول بتهرب، بتروح يمين شمال عشان ما تجيبهاش. لم يستدل علي رضي الله عنه يا استاذ احمد لا بايه الولايه ولا بحديث الغدير ولا بما يستدل به علماء الشيعة على امامته. فهل انتم اعلم من علي؟ يا احمد اني لك ناصح امين. والله انت تكلمت في عده نقاط يا احمد وانا كتبتها الان. اول حاجه تكلمت في محاوله اثبات ان علي هو بيخلق ويرزق، وهذا شرك في ربوبيه الله تبارك وتعالى. وتقول نحن مشيئه الله والخلق بعد ما شاء، وهذا شرك في ربوبيه الله تبارك وتعالى. والله خلق الكون محبة محمد وقال محمد، لا ده عند النصارى يا احمد. يسوع بيحبك ومات عشانك والكون اتخلق لمحمد ومن اجلك الكلام ده النصارى. لا تمشوا حذو القذة بالقذة خلف اليهود والنصارى يا احمد، اني لك ناصح امين. لا يوجد في هذا الكتاب العظيم الذي انزل على محمد، لا يوجد فيه امامه او عصمه او رجعه او تقيه او ما تعتقدون به، حتى خمس المكاسب. اقسم بالله يا احمد اليوم، او كنا نقول امس بقى، لان احنا بقينا في يوم جديد، تواصلت معي اخت شيعية من الكويت وأعلنت هدايتها، وما تراه من ضرر وضيق من أهلها حينما علموا أنها تسننت والتهديدات لها. فأنا لك ناصح أمين. فكر يا أحمد، كثير من المهتدين والله يتواصلون. كان في أخت ناوية والله تطلع اليوم معي في البث المباشر فيديو، ورب الكعبة الأخت من الكويت، وإن شاء الله تكون معنا فيديو غدا تطرح لكم إشكالاتها، تطرح لكم لماذا تركت التشيع، وأهلها شيعة والحمد لله يعني اولادها تسننوا بفضل الله تبارك وتعالى. وكثير والله من شباب من الشيعة يتواصلون معي مهتدين من الكويت. فانا لك ناصح امين يا احمد، اعد التفكير. اسال الله ان يشرح صدرك وان ياخذ بيدك الى نور التوحيد. اعتذر ايها الجمهور الكريم على الاطاله معكم الى هذا الوقت، واسال ان يهدي احمد وان يهدي الشيعة وان ياخذ بيدهم الى نور التوحيد. ايها الحبيب، عشان تدعمنا والقناه ما تقفش، سوي اعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.